عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ أنا تمام الحمد لله. أنتوا كيفكم؟ أنا بعد كم يوم سويت فيديو للشعب السوري، أتمنى أنه ما زعلتكم. أنا ما قلت كلكم أهل السوري، تحياتي للشعب السوري، أنا بحبكم كتير. أنا قلت يلي اتكلمتوا عن بشرتنا بس لهذول. قصدا في واحدة فنانة كانت تنادي اسم بلادنا، تقول إثيوبيات وغانديات مدري شو. بعد ما قالت كم قبل من يومين ثلاثة نادت دولة أفريقية وتكلمت كلام مو زين عشان بيزعل نحن عن بشرتنا. خلاص صار اللي صار وراح. رجعت عليهم شو قالت لما يسووا لها انترفي، قالوا له انه الناس يقولوا انه انت عنصريه، انه تكلمتي عن بشر، انه ليش هيك قلتي؟ لما يسالوها تقول انا ما كان قصدي هيك، ما بعرف كيف فهموا غلط. بعد شو يا مدام؟ بعد ما قلتي فهموني غلط؟ لا 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 حبيبتي، نحن فهمناكي صح زي ما قلتي، فهمناكي صح. الحين هي اصلا فنانه ومشهوره صح، يلي اتكلمت عن بشر، عن سمر، عن سود. انا اصلا هذول ما بطيئون، كيف تاكلوا من ايدهم، كيف تشربوا من ايدهم. قالت اوكي جمهورها شو، هي جمهورها شو، يشجعوا ناس شو، ما في منهم سمر. دول الخليج ما في سمر، سعوديه في سمر، داخل الامارات في سمر، داخل اليمن في سمر، داخل مصر في سمر. اوكي السودان كله، يعني هذول بعد عرب يتكلموا عرب صح. اتركوا نحن مو دول العرب. والمغرب ما في سمر، هذول كله بلاد في سمر. هذول جمهورة بعد ما قالت اتكلمت عن سمر، عن بشر، عليهم صارت تعتذر، تقول انا ما بعرف كيف فهموني، انا مو هذا قصدي، مدري شو. خلاص اللي صار قلتيها وطلعت من تمك، خلاص يعني تعتذري وما تعتذري نحن هذا ما يفيدنا. وتاني شي قلتي انا ما بحبهم ما بطيئون، انا الله خلقنا بهذا الحياة مو عشان نعجبك، مو عشان انتي تحبينا، ما يخصنا ما يهمنا، بس لازم تعرفي نحن مثلك بني ادم ان شاء الله يوصله. وتاني شي ادخلوا اندي على هذا الفيديو، ادخلوا اندي اقرأوا كومنت. الحين الدنيا كتير يعني صار، يعني السوشيال ميديا كتير واضحة، تقدروا تسووا ترانزيلات وتقرأوا كومنت. وواحدة سورية عايشة ببلادنا كتبت لي بلغاتنا، سووا ترانزيلات وتعرفوا شو معناتها. شو قالت؟ هاي شعب السورية عايشة بالأديس أبابا، قالت لي انه يا اختي انا بحلف بالله انه انتم شعب الحبش، انتم اثيوبيا ما في منكم بالعالم. قالت لي ما في منكم بالعالم، ونحن نعرف انه كيف استقبلتونا، كيف عايشين نحن ببلادكم. قالت روحوا ترجموا الكومنت، اقرأوا، يلي ما تعرفوا لغاتنا تقرأوا، سووا ترانزيلات واقرأوا. بعد يا حبيبتي انا دخلت بيتك شفت التيك توك مالك وانا كتبت لك من داخل، اتمنى انه تعطيني رقمك ان شاء الله. انا بعد 3 شهر برجع لبلادي، اذا انت داخل اديس ابابا ابغى اتواصل معاكي، ابغى الاقيكي شخصيا، ابغى اتعرف عليكي واسلم عليكي. تحياتي للشعب السوري وانا بحبك ان شاء الله. الله يكلي لك عيالك. هاتيني رقمك لو سمعتي اكتبي لي። እንዴት ናችሁ ያገሬ ልጆች? ደህና ናችሁ ወይ? በዚህ ነገር ላይ በጣም ብዙዎቻችን ውስጣችን ተነክቷል። ብዙዎቻችሁ ደግሞ እኛን አላሉንም ምናምን ብላችሁ ኮሜንት በውስጥ የጻፋችሁልኝ የነ እገሌ ስማቸውን አልጠራም፣ የነ እገሌ አምላኪዎች አትሁኑ። እሺ እኛን አንድ ያመጣን እነሱ ጋር ገንዘብ ነው፣ ፍሉስ ነው። እሺ ፍሉስ ነው። ማንነታችን ሲነካ ይቆርቆራችሁ። ማንነታችሁ ኢትዮጵያዊነታችሁ ሲነካ ይመማችሁ። እኔ ስለሚያመኝ ነው። እኔ ደግሞ እንደዛ ብዬ ቪዲዮ የሰራሁት ኢትዮጵያ ብላ ስማችንን ጠርታለች። ሁሉም አፍሪካ አንድ አይደለም። አፍሪካ በጣም ብዙ ነው አይደል እንዴ بالعالم። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ብላ ስማችንን የጠራችሁ? በሌለንበት ባላረግነው ነገር ለምንድን ነው የምትጠራት ስማችንን? ኢትዮጵያን ባትል አፍሪካ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ አይደለም። እና ደግሞ ስላልጠራችን እናንተ ኢትዮጵያውያኖች እናንተን አይመለከታችሁ ምናምን አትበሉ። ጠርታናለች፣ ገብታችሁ ቪዲዮን እዩ።
ብላ ኢትዮጵያውያን ጭራሽ እንዴ እኔ ያልወዳቸውም በጣም ነው መጣላቸው በጣም ነው የምትጸየፋቸው እነዚህ ጥቁሮችን ከእጃቸው እንዴት ነው የምትበሉት እንዴት ነው የምትጠጡት ከእጃቸው ነፍሰ ገዳይ ናቸው አፍሪካውያን እኮ ነው ያለችው የገባን ገብቶናል እናንተ ወይ አረብኛው አልገባችሁም ይሆናል ይሄው ነው የተረጎምኩላችሁ ላልገባችሁ ለገባን ደግሞ ምን ያህል እንዳመመንና ቪዲዮ እንደሰራንላቸው እወቁ ለዛ ነው እኔ ያንን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው ውስጤን በጣም ስላመመኝ ነው ዛሬ ደግሞ ወጣ ይቅርታ እኔ እንደዛ አላልኩም እንደዛ በመጥፎ ነገር አታስቡት እንደዛ ማለት አይደለም ምናምን ብላ ይቅርታ ጠየቀች ይሄ ይቅርታ ጠየቀች አልጠየቀች አይመለከተንም ለማንኛውም እኔ ውስጤ የነበረው ነገርና ውስጤ ያለው ነገር በቃ ብዙ አረቦች እዛ ጋር ራሱ ኮሜንት ጽፈዋል እኔ ምን ብለው እንደጻፉም አይገባኝም አረብኛው ባይገባኝም ግን እኛ ስንነካ ምን ያህል ጀግና ኢትዮጵያውያኖች እንዳለን የአባቶቻችን ልጆች ምን ያህል አንበሶች ኢትዮጵያውያኖች እንዳለን ማሳወቅ አለብን አይበቃም ሳውዲ ውስጥ ገደሏቸው ብዙ ነገር አረጓቸው ዜጎቻችንን አይበቃም እነሱ እኛን ሲገሉ ማንም ስለኛ ስለ ሀበሻ አያወራም ጸጥ ተሸፋፍኖ ተባብሰው ያልፋል እነሱን ግን አንድ አረብ አንድ አፍሪካዊ ገደለች ተብሎ ዓለም ሁላ እኮ ነው ያወራው ዓለም ሁላ ማለት ነው አንድ ታዋቂ ድራማ ሰሪ አንድ አፍሪካዊ ሰራተኛዋ ስለገደለቻት ከዛም አልፎ ደግሞ አፍሪካን ሁሉ አንድ አርገው የሚያወሩት ነገርስ ጥቁሮች እንደዚህ ነብሰ ገዳይ ናቸው ጥቁሮች ከዛም አልፎ እኔ የሀገሬን ስም መጥራታቸው ነው ያመመኝ ኢትዮጵያውያኖች ወላ ላዚም እናህና بدون فلتر اهلا منك يا مدام نحن مره حلوين بنجنن مو مثل ما قلتي انت بكرهون ما بطيئون لا نحن جينا على هذا الدنيا مو عشان انت تحبينا مو عشان نحن نعجبك نحن سمر جميلين جدا قصة حبشيات حلوين معروفين بالعالم روحي سألي سعودية متروس داك البلادنا جاي يزورونا ينبسطوا ببلادنا روحي سأليهم كيف إثيوبيا بيقولوا لك أنا كنت بشتغل قسطاوس سارة نبر ቦሌ አካባቢ ማለት ነው አረብኛ አስተርጓሚ ነበርኩኝ አረቦችን ይዤ እንደ ቱሪስት ያው አዋሳ ሲሄዱ መርካቶ ሲሄዱ ማንኛውም ቦታ ቃል ይገዙ ሊዝናኑ ሲሄዱ እኔ አስተርጓሚ ነበርኩ እነሱ ጋር እና ብዙ አረቦች ስለኛ ሀገር ምን ያህል ፍቅር እንዳላቸው ምን ያህል ሀገራችን ውብ እንደሆነች ሌላው ቀርቶ ለምንድን ነው ሀገራችሁን ትታችሁ ሌላ ሀገር እኛ ሀገር የምትመጡት ይሉናል እና እናንተ ግን የሀገር ፍቅር ይኑራችሁ እሺ አንዳንዶቻችሁ ስለ ሀገር ምንነት ሲነሳ ይመማችሁ ይቆርቁራችሁ እሺ እየመጣችሁ እኔ ጋር አትዘባርቁ ዙዙ ጋር መሄዳችሁ አትዘባርቁ እኛ ውስጣችን ስለሚያመን ነው በሀገራችን ቀልድ አናውቅም በማንነታችን